السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من أخبار كرة القدم. النهاردة أول خبر معانا كان من ثروت سويلم، وهو عضو رابطة الأندية المصرية. كان بيقول إن الاتحاد المصري لكرة القدم اتعاقد مع ميكالي لتدريب منتخب الشباب تحت 20 سنة. طبعا ميكالي زي ما عارفين كان بيدرب منتخب مصر الأولمبي، وخاض معاه أولمبيات فرنسا أو باريس اللي فاتت 2024، وقدر يحقق معاهم مركز رابع، وكان على وشك ان هو يحقق ميداليه. طبعا اشار سويلم ان المنتخب الشباب هو حاليا دلوقتي تحت قياده المدير الفني وائل رياض، وهيخوضوا تصفيات افريقيا في نوفمبر الجاي، وبعد كده هيتولى المهمه ميكالي. فريق العين الاماراتي اكتسح فريق اوكلاند سيتي بنتيجه 6-2. طبعا دي اول مباراه في البطوله الجديده المستحدثه الانتر كونتيننتال، وزي ما احنا عارفين ان البطوله دي بقت مكان كاس العالم للانديه بالنظام القديم، عشان طبعا كاس العالم للانديه بقى نظام جديد بالمجموعات شبه كاس العالم الطبيعي اللي احنا عارفينه للمنتخبات. اول مباراه زي ما احنا عارفين كده، او هم قالوا ان هي هتكون بين بطل اسيا وبطل الاوقيانوس، واللي يفوز منها بيقابل بطل افريقيا اللي هو طبعا النادي الاهلي. في المقابل الناحيه الثانيه بطل امريكا الشماليه بيلاعب بطل امريكا الجنوبيه، واللي بيفوز منهم بيلاعب طبعا الفائز من المباراه الاولانيه وبطل افريقيا، عشان يقابل النهائي فريق بطل اوروبا اللي هو السنه دي ريال مدريد. ان شاء الله العين بعد ما اكتسح الفريق الاسترالي او اوكلاند سيتي، هيبقى هو اللي هيقابل النادي الاهلي تقريبا يوم 29 اكتوبر اللي جاي باذن الله. امبارح كابتن سامي عبد الحفيظ صرح تصريحات قوية جدا، وبدأ كلامه ان الساكت عن الحق شيطان اخرس. الكلام كان عن صفقة سفيان رحيمي، طبعا لاعب العين الاماراتي حاليا. ناس كتير كانت بتقول ان بيتسو موسيماني كان رافض ان هو يجي النادي الاهلي. كابتن سيد نفى الكلام دوت، وقال ان بيتسو موسيماني كان مرحب بيه جدا، واللاعب كان ماضي مع الاهلي وكان واصل لمرحله كويسه جدا، ولكن اختلفنا في الاخر بسبب القيمه المبالغ فيها اللي طلبها نادي العين الاماراتي. فاللاعب طبعا اكيد فضل العين عن النادي الاهلي. مارسيل كولر بعد الاحتفال طبعا اللي تم امبارح بدرع الدوري بعد مباراة الاهلي وجورماهيا، طلع على حسابه الرسمي على الفيسبوك وشكر جماهير الاهلي، وقال ان بدونكم احنا ما كناش نقدر نوصل لاي بطولة او اي حاجة، واحنا ماشيين بدعمكم. وعلى غراره طبعا عدد كبير جدا من نجوم الاهلي ولاعيبته شكروا الجماهير وقالوا كلمات كويسة جدا. رامي ربيعة شكر الجماهير وقال انا مستحيل ان انا اقدر ارضي كل الناس، بس بجتهد وبعمل اللي عليا عشان خاطر اقدر العب. امام عاشور قال ان قفشه بالنسبه له اخ كبير وبيتعلم منه، وقفشه قال انا قربت اوصل لارقام اساطير الاهلي. كان في حاله سعاده كبيره جدا من لعيب الاهلي طبعا، ومن الجهاز الفني ومستر كولر وكابتن محمود الخطيب، وده حقهم طبعا بعد تتويجهم بلقب الدوري رقم 44. ثروت سويلم عضو طبعا رابطة الأندية المصرية كان بيتكلم عن موضوع سقوط درع الدوري من محمد الشناوي أثناء تسليمه طبعا للنادي الأهلي الدرع امبارح، وقال إن الشركة المصممة عاملة درع الدوري على جزئين، جزء تحت بيتفك وجزء فوق. وطبعا الكابتن محمد الشناوي أو اللاعبين ما يعرفوش الكلام دوت، ولسه هو أول مرة نستلمه، فطبعا شال الجزء اللي فوق بدون الجزء اللي تحت فتفك منه، وده شيء وارد وطبيعي، وبعد كده هنبقى متعودين ان هو يتشال من الجزء الاسفل، ومش هيبقى فيه اي اللخبطه اللي حصلت دي. واتكلم طبعا ان الدوري السنه الجايه مش هيكون فيه اي تاجيلات، وهو عارف ان الاهلي عنده مباراه يوم 29 اكتوبر في بطوله الانتر كونتيننتال مع العين الاماراتي، ولكن مش هيتاجل المباراه الاولى للنادي الاهلي في الدوري. وبخصوص موضوع تشفير الدوري المصري، قال احنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع دوت، ولكن مفيش اي اجراءات او اي اتخاذ حصل. وكان اقتراح قديم كان بيقول ان ممكن كل مشاهد يدفع 100 جنيه حق مشاهدة الدوري المصري بالكامل. النادي المصري بيفوز على نادي الهلال الليبي بضربات الجزاء او ضربات الترجيح 5-3، وبيصعد كده لدور المجموعات في الكونفدرالية الافريقية. مبروك للنادي المصري، ونتمنى له التوفيق هو وجميع الانديه المصريه المشاركه في بطولات افريقيا سواء الزمالك الاهلي بيراميدز. وبكده تكون نهايه حلقه النهارده من اخبار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونكون عند حسن ظن حضراتكم، ودعمونا في اللي جاي ان شاء الله يكون افضل ويكون احسن باذن الله.